السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ سلمى. وصفتنا اليوم إن شاء الله غادي تكون حلوة جد بسيطة بدون بيض ولا خميرة، اللي تجي رطبة وتجي هائلة في المذاق. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم، وما تنساوش تدعموني في القناة بالاشتراك والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم جديد وصفاتي، وتنتمنى لكم فرجة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم. تمنيخ إن شاء الله مراتي أتفقش انت مليح نهاري إن شاء الله أكنيتي تقدموخ يجن باستيلي يسهر المقادير سهر انت الطاس وذا يسلاثي متجارين ورا الخميرة باستيلي يتسد ياضو ويتسد المذاق نص ذا سبحان. تمنيخ إن شاء الله تجارب انت أكني انت يعجب وتستنشا أكيد تشارك انتي القناة، التغطنط على الجرس باش تبدا باش انتي دي خطر مين تقخ زي جديد ذي القناتينو. واتمنى غاشنت فرجة ممتعة ان شاء الله. انعذونت غا المقادير الطريقة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة اللي خصها تكون لينة، تكون بحرارة المطبخ. غادي نجبدوها قبل من الثلاجة. نحتاجو علبة ديال دانون فانيلا، ضروري خصو يكون دانون فانيلا. نحتاجو 370 غرام ديال الطحين، واحد سكر فانيلا، قليل من الكوكو، وشوية ديال كونفيتير ديال المشماش. غنحتاج 250 غرام الزبدة يخصها تري ثاضب تفنكسيتي تزيني بيرا قبر. غنحتاج يجن تقدوح دانون فانيلا، 370 غرام نوان من الفورس. غنحتاج يجن ساشي السكر نفاني. غنحتاج شوية كوكو، شوية كونفيتير من المشماش. باش تورنت الطريقة، هذيك فانيلا ذي الزبدة تقدح 2 دانون، غتخدمخ سماشينا مليح ما خصها تخدم تسوفوس تخدمت السني هذيك خان. بالنسبة لكوكو الكونفيتير ثني غتنج ازيستن عما غادي خر. غادي نبداو الطريقة. غادي نضيفو داك السكر فانيلا للزبدة، وغادي نضيفو دانون ديال فاني. حاولوا تختاروا شي نوع ديال دانون تكون نوعية جيدة. من بعد غادي نخلطوا ديك الزبدة ودانون وفانيلا بالطراب الكهربائي، ممكن تخدموا غير باليد. من بعد نبقاو نضيفوا الطحين بشوية بشوية حتى تجمع لينا العجينة خصها تكون رخوة ما تكونش قاصحة. وغنخليكم مع الصور. بالنسبة للكوكو والكونفيتير ما غاديش نديروه فيه لداخل، هذاك من بعد غتشوفوا الطريقة كيفاش غادي ندير له. بالنسبة للدقيق يمكن غتهز لكم اكثر من 370 ولا قل على حسب نوعية دانون اللي استعملته. انا هذا النوع ديال دانون اللي استعملت القوام ديالو شوية جاري. مهم العجينة خصها تكون رخوة ما تكونش قاصحة. غنبقاو نضيفو الطحين بشوية بشوية حتى تجمع لينا العجينة كاملة. بالنسبة يوان استعملو 370 غرام. يمكن كنين تيسي قل نيخ نتيسي 370 نيخ كتا على حساب النوع دانون يغاد استعملنت. نش دانون يستعمل ذا يوزر شويت ويقاشا. مهم انين شويت حتى تجمع العجينة. عشتي يخصها ديري يعضب ويتيري شي يقسح ويتيري شي يوزر الطاس. من بعد غادي نجمعوها، غادي نديروها في بلاستيك الغذائي، غادي ندخلوها للثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ومن نجمع عشتي اثني قدي ميكان كوزينة نسيت في غاني بيرا ازين ساعات.
في هذا الاثناء بما درنا العجينه في الثلاجه غادي ترتاح، غادي نديرو 5 معالق كبار ديال الكوكو، غادي نضيف لهم 3 معالق كبار ديال كونفيتير ديال المشماش. غادي نخلطو الخليط مزيان حتى يعقد، وغادي نخليوه جانبا. ومن كاع ذي النبيره غادي يرتاح غنسوجدم غنقم 5 طغنجايين كوكو تيم قرانين، كيس نتنعني 3 طغنجايين كونفيتير نرمشماش، تنخلط مليح اقا مشتورة نتي تسويات يخصها ادياز يعضب شويت ودي تيشاي قصح. من بعد ما ارتاحت العجينة 30 دقيقة في الثلاجة، غادي نرش شويه الكميه ديال الطحين على طابي ديال السيليكون، وإلا ما عندكمش طابي ديال السيليكون غديروا البلاستيك ميكا بلا ما ترشوا الطحين، ولا استعملتوا ميكا غدلكوها ما بين جوج ديال الميكات، غادي ندلكوها جيدا، خصها السمك ديالها يجي رقيق شويه. من بعد من جايه عشتي يرتاح ذي النبيره ازين ساعات، نشقيق طابي السيليكون مروغاش نشطابين السيليكون اتقنت خميكا استقنت ميكا سوداي يجي ميكا سنج وشا اتبدا نتأدل كنت رقم شتورة تتسواد يخصت تقنت شوية التازدات وتجي نشات كدا. من بعد ما دلكناها مزيان غادي نقطعوها بالكاس ولا غادي نقطعوها بالرشم بحال هذا اللي عندي، غديروا قطع دائريه ومن دلك عشتي مليح خصها دياز شويه الزاد وتنتجي شي كدا يطاس نقص سركاس نيخ صارشم اما شنو ويني تورين تتسويات يخصها دياز هنا ثنتي دوارين. من بعد ما قطعناهم كاملين على شكل دائري غادي نضيفو كل قطعة نضيفو ليها نصف ملعقة صغيرة ديال الخليط ديال الكوكو والكونفيتير، غادي نسدوها مزيان، تحاولوا تسدوها مزيان باش ما تفتح لكمش في الطياب، وغادي نخليكم في الصور مع الصور اللي كتوضح لكم كل شيء. ضروري تسدوها مزيان. من بعد غادي نسدوها بالفرشيط كما كتشوفوا في الصوره باش ما يخرج ليناش داك الخليط اللي في الداخل ما تحلش، وحتى الشكل ديالها تيجي مزيون فوقاش كنزوقوها بالفرشيط. صراحه هاد الحلوه واخا المقادير ديالها بسيطه تتجي هائله في المذاق. غادي نستمر حتى نسالي كاع الحبات اللي عندي، ومن قص مره غاشتي تدوارين تي مزيانين اسنتنق ازين تغنجاش طا مزيان ن الخليط نينكا نكوكو الكونفيتير المشماش. من بعد اثنتن بلع مشتورة نتي تسويا اثنتن بلع مليح باش مي غاتنتنق فارا ما ذنقنت وخا الزمنتشا اديس في كونفيتير نيدا سنتنقا زيانت مليح. ومن بعد استعوض صفاشيتا مشتورة نتي تسويات. الصراحة باستيلية واخا المقادير نص عادية مشا يتصدى سبحان. نتمنى ان شاء الله تجارب نتشانت وراه اكنين تيعجب.
أقامش تورين تسواث يخسر تبلعنت مليح زي السني أستعوض انت تبلعنت تزيانت صفاشيتا حتى الفاشيتا يعدر الشكل النس أستمرخ أرغاك مرخ مرة أشتي غاري عشتيني متى دلا كنت زي السني تكسنت ونغني شطن تارن تغاميكا تارن تغني بيرا رغات سالين تيني كلشي غاش انت تكسنت عاودت دلكنت باش ويفسي بركي اشتي يخدم الزبدة. غادي نستمر حتى نسالي كاع القطع اللي عندي ديال الحلوى. من بعد كنديرهم في اللاطه اللي فرشتها بالورق ديال الطبخ. غادي نشعل الفران على درجه 180 درجه من الفوق ومن التحت. غادي ندخلهم حتى يتحمروا، ما نخليوهمش يطيبوا بزاف، خصهم غير يتخليهم طياب بركه. اتنك قفارنا ذنت افاران السحمة قبر انتنك درجة 180 درجة اثنك سودا يتسنج يخسوا انت نجيشا غنقول الطاس اذنقنت غير هذا حمان شوي تصافي اقامش تورنت ذي التسياث يخص قولور نسنت اذيري ذهبي باش تورنت عمو. هذا هو الشكل ديالهم فوقاش خرجناهم من الفران. طياب خصهم غير يتحمروا غير شويه برك عليهم اللون ديال غياخدوا داك اللون الذهبي. غنخليهم حتى يبردوا مزيان وغادي ندردروا عليهم واحد كميه معقوله ديال السكر لحقاش ما فيهمش السكر الداخل. ومن وين تنتنج حتى غتصمدنت مليح خاص نسوي شويه خربين السكر يحاين ميزي وهذا يسنت السكر غادي خر عاد مرة خصنت اثنت تقنتي السكر زي اثنين جواهت نشاسنت خارجه يتسن جواها مرقانت الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا اللي قدمناه هذا النهار. حلوة بمقادير جد بسيطة بدون بيض ولا خميرة ديال الحلوى. صراحة هاد الحلوى تجي رائعة في المذاق ديال الكوكو والمربى ديال المشماش تيواتي بزاف تجي معلكة من الداخل. من بعد غادي نفتح لكم وحده غادي تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هاد الحلوى خصكم تخليوها تبرد مزيان ترتاح لحقاش فوق شحال ما ارتاحت كتولي رطبه. وحاولوا تسدوها مزيان باش ما تحليكمش في الطياب لحقاش انا بعض الحبات تفتحوا ليا ولكن فتحوا غير شويه ما خرجتش نهائيا منهم ديك الكونفيتير بقات من داخل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الرضا ديالكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش تشتركوها مع الأحباب والأصدقاء وما تنساوش تشجعوني بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم جديد وصفاتي. كما كتشوفوا الصورة هيدا اللي كتجي من الداخل كتجي معلكة وكتجي رطبة جدا جدا. غنتلاقاو ان شاء الله في الوصفة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشكل انكارو تا بقيت نقدم نهارا باستيلي المقادير سارن الطاس وضيسبو متجارين وراء هذا الخميرة. تمنيخ ان شاء الله اكنين تعجب صراحة تزد تصبح الطاس وتزد تفوح الطاس سدانونين فانيلا تزد تفوح يرمي تقيخ قفاران زعما تاخوج نفواحت تصبح الطاس دي تداد وتزد غادي خر معلكة وتزد ثعظب باستيليا مش حمات الجنت أذياتح يعني يطب كتا مثلا شقيق خاث مديد ذو الشنس يعني ياض كتا. وحاول انت باستيليا مي تقنت بلعنت مليح باش كني انت عظم نشرب بعض نتحبه عظمنتاي ماشا عظمنت دروست وزي سنتي فيه قاع كونفيتيرني وخاص من شي حاجه اقامش توريتي تصواص مش تاس زعما الصراحه تاس سبحانت. اتمنى ان شاء الله اتجاربنت اكن تعجب مراد عجباش انت وتتونشا تشاركنت اقر حباب تمدوكار وتتونشا هذا يتسجعنت ذي الاشتراك ذي القناتينو اضغط ندخل جرس باش تفردا يتوضى شنتيد من تقخ الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.